كتير من الاشاعات حصلت حوالين حسن الرداد وايمي سمير غانم بسبب انهم مرتبطين او مش مرتبطين، في ان هم نفوا في بعض الاحيان، وفي بعض كانوا بياكدوا لنا ان في علاقه. لكن احنا النهارده من خلال موقع كلاكيت فن هناكد لكم خبر زواجهم، ونأكد لكم ان خبر زواجهم خلال ايام، وهيتم بعيد عن عيون الاعلام وفي سريه تامه. علم موقع كلاكيت فن في الموضوع علم موقع كلاكيت فن الموعد النهائي لحفل زفاف حسن وإيمي سمير غانم، ومن المقرر أن يكون موعد الزفاف هو الجمعة الموافق 4/11 الجاي في إحدى الفنادق الكبرى بمدينة الجونة. وبالفعل بدأ العديد من الأصدقاء المقربين من الثنائي في تلقي دعوات الزفاف. من ناحية أخرى، هنأت المذيعة حنان مفيد فوزي من خلال منشور نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي حسن رداد بزواجه. ونشرت حنان صورة تجمعها بالممثل حسن رداد، وكتبت في تعليقها لتبارك له على الرغم من أنها لم تكتب اسم إيمي بطريقة واضحة ومباشرة، إلا أنها استعنت باسم الدلع الذي يطلقونه على إيمي وسبق وقالته في برنامج تلفزيوني وهو سوكي. وكتبت حنان: ربنا يسعدك يا ابو علي، والله فرحت بمكالمتك قوي، وبوسه كبيره لسوكي وبوستين لدودي، وبجد نفسي اكون معاكم لولا سفري. عموما ربنا هو اللي هيدبرها، ومن قلبي يا رب يحقق لبقيه صحابي احلام الحب اللي بيتمنوه. يذكر ان الاخبار والاقاويل حول ارتباط حسن الرداد وايمي سمير غانم تتداول منذ 2015، وكتير ما نفاها، وعندما وجه السؤال لسمير غانم اكدها ليعود بعد ذلك لنفيها من جديد. وكان الرداد وإيمي تشاركا في بطولة المسلسل الإذاعي فرقة سيكا ومسلسل حق ميت، وظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل نيلي وشريهان اللي تم عرضه في رمضان 2016، وفي السينما قدم سويا فيلمين زنقة ستات ويعرض لهما حاليا عشان خارجين. مبروك لحسن الرداد وإيمي سمير غانم.